بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. النهارده جايه لكم في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلص بقى، وطبعا كله زعلان ان رمضان خلص وعدى بسرعه. والعيد بقى داخل علينا، الأولاد هم الفرحانين بالعيد. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى هنعمل الكحك، وهقول لكم بقى تكات وحاجات كده بتخلي تظبط معاكي الكحك، وتخليه لو انت أول مرة تعمليه هيطلع معاكي في منتهى الجمال، وهيطلع معاكي كمان ناعم نعومة جميلة. اول حاجة انا بعمل كيلو بس من الدقيق. انا جايبة دقيق متعدد الاستخدامات، اللي هو استخراج 72%. جبت كيلو الدقيق بتاعي و... ونخلته وحطيته في الطبق بتاعي. وبعد كده هو نخلت كيلو الدقيق بتاعي، وعندي 550 جرام سمنة. 550 جرام سمنة هنحط مع بعض على البتاع ده، على الدقيق 3 معالق كبار سكر بودرة. ما عندكيش سكر بودرة وعندك سكر ناعم، حطي سكر ناعم. وهنحط على حرف المعلقة كده، زي ما انت شايفة حرف المعلقة كده بيكنج باودر. بيكنج باودر على حرف المعلقة، ذرة الملح بتاعتنا اللي لازم نحطها في كل العجائن بتاعتنا. تمام كده. وهنجيب بقى وهنحط هنحط عندي معلقة كبيرة كده حلوة ريحة الكحك. دي بتتجاب من عند العطار. هنحط معلقة حلوة كده اهي. ما تزوديش عشان ريحة الكحك دي بتغمق معاكي الكحك، بتخلي الكحكية كده يبقى لونها غامق. وهنحط 3 معالق كبار سمسم. حابة تزودي السمسم زي ما تحبي، بس انا حطيت 3 معالق كبار. انا هعمل النهاردة الكحك على البارد، مش هقدح السمنة. هعمل الكحك على البارد. هنا قلبت اهو الدقيق، قلبت كل المكونات الجافة دي مع بعضها، قلبتها حلوة قوي. وبعد كده هننزل عليها ب550 جرام سمنة. دي مش مقدوحة، دي سمنة من العلبة على طول. السمنة البلدي طبعا أحسن نوع. ممكن تخلطي سمنة بلدي بسمنة العلب الشركات. ممكن تخلطي سمنة بقري بسمنة جاموسي، بيطلع معاكي في منتهى الجمال. هنا بقى اهو كده عملت الكحك بتاعي. حطيت قصدي السمنة على الدقيق، ونبتدي نعجن ونبس فيه على قد ما نقدر، ان شاء الله حتى لو قعدتي ساعة. بصي شكل العجينة عاملة معايا ازاي، شكل الدقيق ما عملش عجينة ولا عمل اي حاجة. انا دلوقتي هنقله في حاجة تانية واسعة علشان انا مش عارفة اعمل في الطبق ده. هنفضل نعجن ونبس فيه على قد ما نقدر، بس لحد لما العجينة دي معاكي تتشكل، تبقى شكلها زي البسكوتات بالظبط. يعني تفضلي لحد ما تبقى ناعمة في ايدك وطرية خالص، تفضلي تبسي فيها لحد لما تحسيها ان عملت زي البسكوت. طبعا هنا انا نقلتها، شلتها حطيتها في على الصينية ديت، عشان الصينية دي واسعة شوية. بصي بقت شكلها معايا بصي نعمت معايا وبقت شكلها ممكن تكوريها وتعمليها. يعني بصي شكلها عامل ازاي، تكوريها تبقى كوره معاكي. بصي اتشكلت اهي، بقت كوره معايا ازاي. بصي التانية بقى اللي ما اتعملتش بصي عامله ازاي، عامله زي الكسكسي كده، او عامله زي مخرزه. بصي التانية اللي انا عجنتها وبسيتها بقت دوت ما خدش معايا بالظبط اقل من 10 دقايق. يعني كل ده ما خدش معايا اقل من 10 دقايق. عجنت كده، عجنت التانية برضو في الطبق، خليتها برضو بقت ناعمة وبقت زي اللي في الصينية بالظبط. بس انا حطيت في الصينية علشان كانت الكمية مش عاملة في الطبق. بصوا عاملة ازاي. كل ده احنا ما حطيناش اي حاجة سايلة، كل ده احنا حطينا بس هي السمنة على المكونات الجافة، اللي هي ريحة الكحك، البيكنج باودر، ذرة الملح، شوية السكر. بس هما دول اللي احنا حطيناهم. وهنعجن بقى،
هنبتدي دلوقتي نعمل ايه، نجيب الخميرة بتاعتنا. احنا مش بنحط خميرة، في ناس مش بتعملها من غير خميرة خالص، لكن احنا هنحط خميرة علشان خاطر بس تخلي بتاع ده، تخلي العجينة معاكي كحكاية معاكي. بيخلي بس الخميرة دي بتخلي الكحكاية تبقى من جوه ايه، تبقى من جوه هشة، لكن مش بنحط علشان تخمر. احنا هنحط على حرف المعلقة كده، على حرف المعلقة بس خميرة. بصوا يعني اقل من نص معلقة، اقل من نص معلقة خميرة، علشان خاطر بس ايه، تخلي الكحكاية من جوه هشة كده وحلوة، لكن مش عشان تخمر. يعني مش عشان العجينة دي تخمر، احنا مش بنعمل معجنات، احنا بنعمل نواعم. بنعمل حاجة العيد، يعني ما بتحتاجش معانا عجن، ما بتحتاجش معانا كميات مية كتير. احنا حطينا هنا نص كوباية مية، بتاخد معاكي من نص كوباية مية لكوباية الا ربع، مش اكتر من كده خالص. يعني لقيتيها حتى لو عايزة، بتبقى عايزة بس تتعجن معاكي شوية، وانا هوريكي دوت في الفيديو. بصوا انا هنا حطيت الايه، ما حطيتش الميه برضو كلها، حطيت بس نص كوبايه، هما دول كانوا كوبايه الا ربع، حطيت بس النص كوبايه وعجنت، وبدأت اعجنها، ادخل الميه دي كلها في قلب العجينه. برضو احنا بنعجن بطراطيف صوابعنا. بصوا بنعجن ازاي، بنمسك في العجينة كده، مش بنعجن، يعني احنا بنعملها بطراطيف صوابعنا كده، علشان خاطر ايه، ما تعملش معاكي عرق وتخلي منك الكحكاية تنشف. لا، بنعمل بطراطيف صوابعنا. الموضوع سهل جدا جدا جدا، وبتعمليه في اقل وقت. والله العظيم حتى لو انتي اول مرة تعمليه، هتعمليها في منتهى الجمال. بصوا انا بعمل ايه، مش بعجن. انا بصوا بمسك العجينة كده، بحاول ادخل المية، المية اللي احنا حطيناها اللي هي بالخميرة في قلب العجينة، بس كده، هو ده اللي انا بعمله. هنا بقى عملتها ولقيتها، بصوا زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، بس عايزة تتعجن شوية، مش بنعجنها كلها. لا، بصوا اللي انا عملتها من اللي انا ما عملتهاش. بصوا دي مشققة ازاي. بنعمل ايه، بنمسكها الحتة كورة كده في ايدينا، ونحننها على ايدينا. بصوا نحننها على ايدينا كده زي ما انت شايفة، وتلاقيها معاكي طريت وبقت جميلة. انا مش بعمل الكحك بتاعي بصراحة محشي، ولادي مش بيحبوه محشي اي حاجة، انا بعمله سادة. بصوا بقتش مشققة وبقت زي الفل ازاي. هي بس عايزة منك ان انتي تنعمي العجينة على ايديكي. انا عملت هنا اشكال بالمنقاش، وعملت اشكال تانية بالبصامة، يعني عملت جزء كده وجزء كده، وطلعت معايا في منتهى الجمال. بصوا الاشكال اللي انا بعملها، تشكلي بقى زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه بصي انت تمسكي الكوره كده في ايديكي، تحننيها على ايديكي كده، وتحاولي ان انت كوره كوره، ما ينفعش تعملي العجينه كلها علشان ما تعملش منك عرق. لا، تمسكي كوره كوره في ايديكي كده، وتحننيها على ايديكي، هتلاقيها معاكي بقت في منتهى الجمال، وهتلاقيها معاكي طريت وبقت تتشكل معاكي بمنتهى السهولة. طبعا احنا لينا اشكال كتير بقى، تشكلي زي ما انت حابة تشكلي، بالمنقاش بالبصامة، زي ما انت حابة تشكلي. طبعا انا شكلت شوية كده بالمنقاش، وشوية بالبصامة. انا هنا بوريكي اشكال علشان ايه، اللي حابب ياخد اي فكرة من الشكل اللي انا بعمله ياخدها. بصوا الاشكال، بصراحة طلع معايا في منتهى الجمال، وناعم نعومة، يعني ناعم جدا زي ما انت شايفة. بصي هنا بقى الاشكال اللي انا عملتها بالبصامة، انا عندي البصامات البلاستيك. بصوا جمالها. طبعا ايسل كانت قاعدة جنبي، ومالك كان قاعد جنبي الناحية التانية، ولازم يساعدوني، فمفيش مشكلة. الولاد بيحبوا اصلا الايام ديت علشان خاطر يعملوا معاكي وبصي كانت ايسل هي اللي بتناولني العجينة، فكانوا بينعموا لي العجينة ايسل ومالك و... ويدوهاني، وانا اعملها. بس كده، فرحي ولادك واعملي لهم الحاجات دي في البيت، هتلاقيها احلى من بره بكتير، احلى من الجاهزة بكتير، واوفر من الجاهزة بكتير جدا جدا.
وهتبقي فرحتي ولادك، وهتبقي عملتي انت ضامنه انت عامله ايه في بيتك، وضامنه مقاديرك، وضامنه حاجتك، وضامنه الحاجه اللي انت بتستعملي فيها. بصوا العجينه من قبل ما تتعجن بصوا عامله ازاي، وبصوا بعد ما اتعجنت عامله ازاي. بصوا بعد ما اتعجنت ايه ناعمه ازاي، وقبل ما تتعجن ناشفه. و... وهي مش واضح قوي في الكاميرا، بس بصوا دي عاملة ازاي اول ما بتتكور كورة ازاي. التانية اول ما بتتكور بتفضل مشققة، مهما تكوري فيها تلاقيها مشققة وناشفة منك كده. بصوا ناشفة. لكن التانية اللي انتي عجنتيها حلو في ايدك ونعمتيها تطلع معاكي في منتهى السهولة. وتعملي وتشكلي بقى براحتك. هنا شكلت اهو دوت اللي بالبصامة، وعملت صاج تاني بالمنقاش. بصراحة طلعوا معايا في منتهى الجمال. هوريكي دلوقتي بعد ما يستووا شكلها عامل ازاي. بصي هنا بقى الكحكاية بعد ما طلعت من الفرن، ولا الرسمة بتاعتها راحت، ولا الشكل بتاعها راح، وناعمة جدا. بصي اول ما بتدوسي عليها كده بتلاقيها اتفركت معاكي، وبقت في منتهى النعومة. طبعا ايه انا استنيت لما برد علشان اعرف اصور لك المقطع ده. بصي، بصي الجمال، ما شاء الله على نعومته. بصوا ما شاء الله على نعومته، وبصي شكله، وبصي لونه. بيدخل على درجة حرارة الفرن، يعني الفرن بتاعك تكوني مسخناه من قبل ما تبتدي تشتغلي، وتدخليه على درجة حرارة 180. بصوا هنا برضو اهو اللي بالبصامة. اللي انا عندي البصامة مش واضحة قوي، بس برضو الرسمة ما راحتش زي ما انت شايفة. بصي الرسمة، انا بقرب لك الكاميرا عشان اوريك الرسمه. بصي الرسمه ما راحتش والشكل ما راحش، علشان احنا مش مكترين البيكنج باودر ولا مكترين الخميره. كل ما تزودي البيكنج باودر او الخميره هتلاقي معاكي الرسمه بتاعتك ما بقتش واضحه خالص، وتلاقيها فرشت منك وما بقتش باينه. وكل ما زودتي العجن كل ما تلاقيها نشفت منك.